السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل مهندس ومهندسة بيسمعوني. أنا مصطفى المصري ودي قناة المصري استوديو. إيه مواصفات الجهاز المناسب للشغل المناسب اللي أقدر أستخدمه وأطلع بيه أفضل نتيجة؟ ده إن شاء الله اللي هنتعرف عليه النهاردة. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. حابب بس قبل ما أبدأ معاك أعرفك إن إحنا الحمد لله عملنا جروب جديد على التليجرام. لو جيت هنا بصيت معايا على روابط الإضافية هتلاقيني حاطط لك جروب عالم تصميم باكينج وده اتكلمنا عليه. ده ان شاء الله بنقدر نشرح فيه كل ما هو جديد، تقدر تعرف ان شاء الله ايه الاخبار، ايه المواصفات، زي كده مثلا مواصفات الجهاز المناسب ده اللي ان شاء الله كلنا هنتكلم عليه في الجهاز في الفيديو اللي انت بتسمعني فيه. نقدر نشارك فيه افضل شغل بتطلعه، تقدر تشارك فيه اي حاجة، اي اسئلة مش هنقدر نجاوب عليها في اليوتيوب. ده الحمد لله بدأنا فيه هو وبدأنا نرفع اي شغل واي حاجة بنشرحها على اليوتيوب. ان شاء الله هنقدر نتعامل عليه في خلال التاسكات اللي ان شاء الله هنبدأ اطلبها منكم وتبدأوا تعملوها ونبهر الدنيا ان شاء الله بشغلنا، ونتعلم الصنعة دي ان شاء الله بإذن الله، ونتعلم الفن، فن تصميم الباكينج. هتيجي هنا برضو هتلاقي جروب التليجرام، والجروب ده احنا الحمد لله برضو عملناه عشان نرفق فيه كل ما هو في التصميم. يعني هنا هيقول لك فتح تليجرام ديسكتوب. لو انت على التليفون هكون مسجل او منزل الجروب ان شاء الله على التليفون، فيفتح معاك، وبرضه سجله او نزله على الديسكتوب عندك على الكمبيوتر عشان تقدر تتواصل معانا. برضو هتروح دايس هنا فتح تليجرام ديسكتوب هيحولك على طول على الجروب، هو جروب المصري استوديو. هنا طبعا الجنرال ده اللي هو الجروب اللي بنقدر نتواصل عليه. ده فيه برضو نفس الكلام، بنقدر نرفع عليه الفيديوهات وبنقدر نرفع عليه كل حاجة شرحناها في القناة او في الفيديو اللي احنا بنتابعه على القناة. هتلاقيني برضو هنا عامل لك موك ابس، هتلاقيني عامل لك هنا برضو دايكات. هو لسه ما فيهاش حاجة، عشان ان شاء الله هنبدأ من بكرة ان شاء الله او من بعده نبدأ رفع ان شاء الله المواد والملفات اللي هنقدر نتعامل عليها مع بعضينا. هنا هتلاقي ادوبي بروجرامز برضو، ده ان شاء الله في الفيديو الجديد هنقدر نرفع ادوبي 21 ادوبي فيرجن 24 ان شاء الله اللي هيقدر يستخدمه فيما بعد ان شاء الله. فتقدر هنا تشارك اللي انت عايزه، تقدر كل حاجة هرفقها لكم في الفيديوهات هنقدر نرفعها هنا ان شاء الله تعالى. ان شاء الله النهارده برضو انا عايز ابدا معاك في حاجه مهمه قوي، وهي ان في اسئله كتير ممكن تيجي في بال ناس كتير، وهي اسئله طبعا منطقيه وكويسه جدا. هنا بيقول لك ليه اشتري جهاز جديد وانا عندي؟ في ناس فعلا بيبقى عندها اجهزه قديمه، يقول لك والله انا عندي جهاز ابن عمي، جهاز ابن خالي، جهاز اختي، جهاز اخويا، عندي جهاز بتاع ابويا الله يرحمه. ممكن يقول لك انا عندي جهاز قديم، فلما تيجي تبص على الجهاز بتاعه ده اخره يشغل ماريو. انا بهزر يعني، بس هو فعلا جهاز ما يشتغلش يعني ليه اشتري جهاز جديد؟ لان برامج ادوبي محتاجه، وده اللي هينقلنا على النقطه التانية. ليه جهاز بمواصفات معينه؟ انت لو جيت لادوبي مثلا، جيت بصيت على ادوبي هتلاقي ادوبي منزله اصلا مواصفات معينه لتشغيل البرامج بتاعتها، برامج تقيله جدا يعني معديه ال 2 جيجا وال 3 جيجا، فيها طبعا ريندر، فيها حاجات قويه. فهنا مثلا على سبيل المثال هو هنا بيقول لك اهو معالج متعدد انه مثلا من انتل، ده هنتكلم فيه ان شاء الله في المواصفات بتاعتنا. بيقول لك هنا نظام التشغيل اهو، فالاجهزه اللي بتشغل ويندوز 7 وبتشغل حاجات تقيله، حاجات يعني البرامج تقيله زي دي، فمش هينفع يشتغل، هيعمل لاج معاك وهيعمل مشكله معاك. خدت بالك؟ فالاجهزه الخفيفه اللي انت شايفها اللي هي كانت بتاعت ابنك بتشغل عليها ماريو ولا بتشغل عليها اي لعبه خفيفه كده، ده ما يشغلش خالص الحاجات دي. خدت بال حضرتك؟ هنا مثلا ده مثلا فوتوشوب اهون، برضو قايل لك على المواصفات اللي انت مفروض تتبعها عشان تشغل البرنامج ده. طبعا انا معاك ان هو 26 مفيش مشكله، بس حتى لو اقل من ادوبي 26، وليه ما تشغلش 26 زي ما هحمل لك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي نتكلم على تحميل برامج ادوبي. يعني هنا انت اهو ادوبي 26، خدت بالك؟ هنا لو جيت مثلا للاستيريتور نفس الكلام برضو، هنا هو بيتكلم على الماك برضو هيشتغل ازاي لو هتشتغل على
اجهزه الويندوز اهيا، المتطلبات التقنيه لاصدار 29. فيعني هتلاقي مثلا برامج، في برامج طبعا زي ادوبي بتشتغل على 2015، برامج 2019، كل الكلام ده هي نفس الادوات، بس مش هتلاقي طول لما كان الفيرجن اعلى كل ما كان التعامل معاه افضل. خلاص، يبقى ده كده ايه، جاوبنا على السؤالين دول. ما تتعاملش مع الجهاز اللي عندك خالص، والجهاز المواصفات معينة، عشان برامج ادوبي بتشتغل برضو بمواصفات معينة. تمام. طيب هنا انا برضو سؤال، ليه اجيب جهاز جديد؟ ليه اجيب جهاز جديد، او ليه اجيب جهاز والشركة المفروض بتوفر جهاز للمصمم؟ بص خليني اقول لك ان فعلا انت لما تروح مكان يعني هتلاقي جهاز في الشركة، ليه لا؟ يعني هتلاقي جهاز في الشركة. انت مش هتجيب جهازك من البيت وتروح الشركة، لكن الجهاز ده لازم يكون في البيت عشان تقدر تتابعني وتتابع غيري في انك ازاي تاخد التاسكات وتتعلم ازاي تتعامل مع البرامج. طول ما انت بتسمعني ومفيش تطبيق، فانت كده في عالم تاني خالص، هتنسى، والكلام بينسي بعضه بعض زي ما بيقول يعني. فانت ليه اجيب جهاز؟ فعلا ليه، هات جهاز في البيت عشان تحتاج انك تشتغل عليه، عشان لما تروح اللي على الجهاز بتاع المصمم، بجهاز الشركة اللي كان فيه مصمم اللي قبليك، او لو انت حتى مصمم لسه جديد، تقدر تشتغل عليه وتطبق نفس التطبيق اللي انت كنت بتطبقه في اثناء جهازك اللي كان في البيت. فانت لازم يبقى عندك جهاز 100% عشان تطبق معايا وعشان تطبق مع غيري. طول ما انت مستني تتعلم على اي جهاز وخلاص، او اي جهاز متعب، او اي جهاز عند قرايبك او صاحبك او كده، وتروح الشركة، فده هيبقى فرص نموك في الشغل قليلة. تمام. يبقى ليه اجيب جهاز والشركة المفروض، هو فعلا هيوفر لك جهاز، بس لازم انت توفر لنفسك في الاول جهاز عشان تقدر تشتغل. تمام. طيب وليه ما اروحش اجيب الجهاز من اي حد وخلاص؟ في مشكلة بتحصل عند كتير من الناس، وهو ان بيروح للشركة اي محل ويخش يقول له انا عايز جهاز. تمام، انا عايز جهاز. فبيقول لك عايز جهاز ايه؟ بتقول له انا عايز جهاز يشغل برامج الفوتوشوب او الاستيتور بنفس اللفظ كده والله. يقول لك انا عايز اشتغل على اي عايز جهاز بيشغل جرافيك ديزاينر، وانا ان شاء الله انا بخش المجال. فبيروح مديك جهاز مش قوي. هتقول لي لا هندسه، انا رحت قبل كده جهاز، او الجهاز اللي معايا ده بيشغل برامج ادوبي. هو فعلا كاتبين كده، هتلاقي كاتب برامج ادوبي، تشغيل برامج ادوبي. تمام. فلما تروح وهتلاقي حاطط لك المواصفات ومية مية مفيش مشاكل، بس الفكره ان هو بيشغل لك البرامج، تروح وفعلا بيروح يقول لك ايه، انا عايز اشغل برامج ادوبي، يروح هو مشغل لك البرامج. هو المشكله مش في تشغيل البرنامج، يعني حتى الجهاز اللي عندك ده انت لو حملت عليه فوتوشوب والاستريتور، جهاز بيشغل برامج هيشغل. وانا كان عندي لاب قبل كده شغلت عليه، وكنت لسه ما اعرفش في البدايه ايه المواصفات اللي انا عايز، عشان كده بنصح الناس بيها، ايه المواصفات اللي انا اشتغل بيها. ففعلا حملت الفوتوشوب والاستريتور، اشغل البرنامج يشتغل، يعني اشتغل زي كده حضرتك ما شايف كده اهو. اهو تلاقيني مثلا اهو عملت اهو. تمام، هو كده اشتغل تمام. او كده برنامج. طب لما اجي بقى احمل عليه شغل واحمل عليه تاسكات، ادي هو برنامج مثلا زي الاستريتور اهو. تمام اهو، اديني بقول لك اهو. تمام، هو كده عمل ايه؟ كده اشتغل اهو. طب تعالى بقى احمل عليه تاسكات، مش هيشتغل. هتلاقي الجهاز بيلاج معاك ويقفل مره واحده، هتلاقي بيهنج معاك. ليه؟ لان الجهاز لازم تخلي بالك، ده ان شاء الله اللي هنقوله فيما بعد يعني في الفيديو دون. لما انتقل واخلص الاسئله هتلاقيني بقول لك على مواصفات شبه، يعني هو مش معينه اللي لازم يعني انزلت لازم تجيبها، لا، لكن في مواصفات لازم تخلي بالك منها عشان تقدر تشتغل وما تزهقش وتتعب وتضيع وقت على الفاضي وفلوس على الفاضي. تمام. فاحنا هنا مش بنقدح في الناس اللي بتروح لهم، في ناس عندهم امانه طبعا، بس هنا بيقول لك ايه، يعني ما اروحش اجيبه خلاص، لا، اخد مواصفاتي وافهم انا عايز ايه، واروح اقول له انا عايز واحد اتنين تلاته اربعه. واحد مش موجود بديله ايه؟ اتنين. طيب بديله بدل الواحد ده اتنين. طيب مش موجود كذا يبقى كذا. فانت بتروح تشتري الجهاز، فالجهاز هو بيروح مشغل لك برامج، برنامج فوتوشوب، برنامج الاستريتور، فانت تطمن فتروح جاي. طب انا مثلا اديتك شغل زي ده مثلا، اديتك شغل مثلا تقيل مثلا زي اي حاجه احنا هنشتغلها. تمام. طيب الشغل اللي انت شايفه ده كله محتاج برنامج قوي زي الاستريتور. يا عم يا باشمهندس مش شغال. طيب اشتغل معاك في التاسك اللي انا، لا التاسك تقيل قوي. لا، هو الفايل مش تقيل، هو البرنامج مش مكونات الجهاز مش مستحمله الملف اللي انت حملته. تمام.
فدي نقطة لازم نخلي بالنا منها قوي وما نقعش فيها. طيب، ايه التكلفة المتاحة لمواصفات الجهاز القوي؟ خليني اقول لك مبدئيا كده، معاك من رينج 15، معاك من رينج 20 ل 30، وهنفهم ليه دلوقتي. تمام. بس قبل ما ابدا معاك اقول لك ان التكلفة دي مش بناء على المواصفات على قد ما هي بناء على التاسكات اللي بتشتغل عليها. فانت يا عم مصطفى تنصحني بايه؟ اقول لك والله انصحك من 20 ل 30. تمام. فلازم تضحي، ولازم يبقى عندك فكر انك لازم هتنقل نفسك خلاص تعلم الباكنج، لازم يبقى عندك جهاز، وجهاز كويس وجهاز قوي يقدر يتحمل شغلك ان شاء الله. طيب، هنا بقى عندك سؤال تاني برضو وانا خليته لوحده، هل اشتري جهاز ماك ولا اشتري جهاز بي سي؟ ايه الفرق ما بينهم؟ انا حتى هنا كاتب لك جهاز الشركات، وهنا جهاز التصميم والجيمنج. هنا عندك برنامج، جهاز قصدي الماك ده تبع ابل. تمام. الجهاز ده قوي وقدرته في تحمل الشغل قوي. هنا حتى بيقول لك سهل التعامل، هو سهل التعامل زيه زي البي سي، لكن حمايه من اي فيروس. تمام. ليه بقول لك الشركات؟ وده اللي بنصح بيه اي شركه بروحها، او في شركات بروحها بلاقي فيها الماك، لان الماك صعب انك تلاقي فيه فيروس. وعايز تتاكد من الكلام ده كله هنروح لمقاله في لينك حتى هو في موقع ابل نفسه، بيقول لك أأمن أنظمة أبل الأساسية، أو هنا بيقول لك الحماية ضد البرامج الضارة في الماك يو اس أو او اس. تمام. هنا لما جينا لما تيجي تقرا المقالة دي، هيقول لك هنا هيرد على أسئلة كتير قوي. يقول لك التحديات الأمنية التلقائية الإكس بورتكت، يعني بروتكت. هنا في المقالة دي فيها كلام كتير، طبعا حابب تخش عليها خش، وان شاء الله هحاول اسيبها لك في الديسكريبشن او في اول تعليق مثبت، ان ازاي ليه برامج او ليه جهاز الابل ما بيخشهوش فيروس. ببساطة كده ان الفيروس لما بيخش الماك ما بيتعاملش معاه على ان هو فايل، ما بيتعاملش معاه على ان هو فايل. فبرامج البرنامج الفيروس نفسه او الفيروس نفسه بيبقى جاي شبه برنامج معين او فايل معين زي الاكس اي اي مثلا. لو جينا هنا مثلا نتكلم على ايه، اهو بص، اهو بتلاقي هنا ايه، بي ان جي، ده المايكروسوفت، ده المايكروسوفت متعرفه بيه على ان هو بي ان جي. تمام. هنا برضو جي بي اي جي، يعني برضو انك هنا في حاجه اسمها سورس. تمام. فده لما بيبقى فيه فيروس، يعني خلي ان الصوره دي فيها فيروس، لو راحت للماك ما بيتعرفش عليها على ان هي فيروس، بيتعرف عليها ان هي فايل من غير سورس. تمام. فهو ده الماك. وده الكويس فيه ان لو قعدت، يعني انا دلوقتي على مدار 7 سنين فعلا ما فيش جهاز خالص اتعاملت معاه ولقيت فيه فيروس. مريح جدا جدا جدا. وليه بقول بقى اللي بتاع الشركات وليه بنصح الشركات؟ عشان احنا دلوقتي بنتكلم في شركة عملاقة، شركة كبيرة بيجي لها عملاء من كل مكان، فلازم يبقى معاه جهاز قوي ما يخشلوش فيروس فيضرب الفايلات فالفايلات تقع، لان دي شركة وبيبقى حمل الشغل عليها كله. فلو فايل ضرب يعني معنى كده مستقبل العملاء وقع، مستقبل الشركة وقع، فبيبقى في مشكلة كبيرة جدا عشان ترجع الفايلات. فلو طلبوا شغل تاني او العميل طلب فايلاته او انت حبيت تطبع تاني، فبيبقى في مشكلة كبيرة جدا. فده بنصح بيه اي صاحب شركة حتى لو بيسمعني، او انت قول للشركات اللي انت رايحها يا جماعة احنا محتاجين جهاز ماك عشان نقدر نشتغل عليه، لكن الجهاز البي سي معرض لاي وقت ان يخش له فيروس فبيضرب. فبتحتاج ان انت تنزل على البرامج، تنزل على الكيسة برنامج انتي فيروس، وتبقى مشكلة كبيرة قوي. وفي برامج طبعا الشركة ما بتبقاش متحملة لبرامج اللي هي من غير كراك، فبيحتاج كراك، فمشكلة كبيرة كده. فدايما انا بنصح اي شركة، والشركة في شركات رحتها وقلت لهم لازم الماك في الشركة. طيب نيجي بقى للنقطة الثالثة، وهو سعره غالي شوية. سعره غالي، يعني سعره غالي حبتين ثلاثة كده، اللي هو بيخش له مثلا في 45-50 ألف جنيه. تمام. وده أنا ما انصحش بيه. ليه؟ يعني هو ممكن واحد يقول لي يا هندسة تنصحني بالماك ولا بالبي سي؟ لو أنت هتقدر تتعامل مع الماك، يقدر تتعامل مع الماك.
لان مش كل البرامج اللي بتنزل على البي سي بتنزل على الماك. تمام. في برامج كده بيبقى محتاج دمج معقده شويه على الماك، لكن البي سي طبعا مفتوح وارضه مفتوحه وارض خصبه ان انت تنزل عليه اي برنامج مش هتقدر تشتريه فتعمل له الكراك بتاعه. تمام. فهنا سعره غالي شويه، بيخش له 45 50 الف جنيه. هنا حمايه من اي فيروس، فعلا حمايه من اي فيروس، ومش هيخش له فيروس خالص. هنا سهل التعامل، الاتنين متفقين او متفقين فيه سهل التعامل. تمام. لكن لو جينا للبي سي سهل الصيانه والتعامل، تقدر تخرج رامه وتحط غيرها، تقدر تغير كارت الشاشه، تقدر تغير اي بورده، تغير هارد، تغير اي حاجه معاك شغال. تمام. طيب التكلفه والسعر على حسب اللي معاك، وده اللي هنتكلم فيه دلوقتي ان شاء الله. خلاص يبقى احنا اتنصحنا نشتغل ماك ولا بي سي. خلي بالك ان احنا نتكلم على بروسيسور والرامات وكارت الشاشة والهارد والشاشة، ده اهم حاجة هنتكلم عليه. طيب تعالوا بينا كده نتكلم على البروسيسور. والبروسيسور معاك نوعين، ركز معايا في الموضوع ده لان ناس كتير ما بتبقاش عارفة هي هتكون الجهاز ازاي. وعشان ما تروحش تقول لأي شركة ولا لأي شركة يعني متخصصة في التجميع وشغل التقنية أو التقنيات، لازم تبقى فاهم أنت رايح تجيب إيه عشان تبقى تكتب ورايا مثلا. وإن شاء الله هرفق الكلام ده كله والصور دي كلها في جروب التليجرام وعلى جروب عالم تصميم الباكنج على الفيسبوك. تمام. لازم تبقى عارف وانت رايح انت هتجيب ايه وايه افضل حاجه. ادرس الموضوع ده، خش في الموضوع ده، ما تسيبش نفسك وخلاص. انا عارف ان كل الناس عندها ضماير وضمايرهم الحمد لله كويسه، لكن برضو من باب العلم بالشيء ولا الجهل بيه، وده هتبقى حاجتك انت، فلازم تجيب حاجه انت عارف هي جواها ايه. تمام. هنا عندك البروسيسور، عندك انتل كور اي 5، تمام، وكور اي 7 جيل 10، جيل 10 حتى انا بقول لك ويكون جيل 10. وعندك الراديون عندك برضو اي 5 واي 7. وانا بنصح دايما الناس ان الكور ما يقلش عن اي 5. في اجهزه هتلاقي برضو زي ما اتكلمنا في اول نقطه، احنا قلنا الكلام بيربط بعضه بعضا، يعني ان في اجهزه كور اي 3 وبرامج ادوبي من اول 2014 لغايه 2019 او 2016 2017 18 شغاله، ممكن تشتغل على الاي كور اي 3 ما اشتغل لك لا. بس انا عايزك تشتغل على برامج ادوبي الحديثه عشان فيها تولز كويسه وعندها في ادوات كويسه تقدر تشتغل بيها وانت مستريح. وعشان برضو قلنا ان التاسكات والفايلات بتبقى تقيله احيانا فبتبقى بتعمل لك مشكله. فعندك هنا هو البروسيسور. النهارده ان شاء الله مش هطول عليك عشان اقدر اجمع لك اكبر قدر ممكن من الكلام. هنا عندك الانتل كور اي 5 وكور اي 7، وهنا برضو رازيون كور اي 5 وكور اي 7. تمام. انا مش هكتب اسعار عشان وقت الفيديو ساعات ممكن يختلف من وقت لاخر، ممكن يشوفني بعد شهر بعد سنه، فالاسعار بتختلف. تمام. طب نيجي للنقطه الثانيه وهي الرامات. هنا بقول لك من 8 الى 16 او اكثر يكون افضل. تمام. وهنا عندك دي دي ار 5 و 4، وهنا عندك دي دي ار 5. تمام. اي نوع رامات هيشتغل معاك، ما تقلقش خالص من اي حاجه. تمام. وكل ما كانت براند شويه، يعني 4 دي كويس جدا، في سامسونج، في انواع كتير جدا حلوه وكويسه جدا. لكن النقطه اللي انا عايز اتكلم معاك فيها هي عدد الرامات. يعني هنا بقول لك ايه، لو قدرت تخلي الرامات الى 24 تمام يكون افضل. ليه بقى؟ علشان مع كثره فتح ملفات الجهاز ما يهنكش معاك. تمام. وتكون طبعا الرامات حديثه. يبقى احنا هنا بنتكلم على الرامات، بنقول من 8 الى 16. تمام. ويكون او اكتر يكون افضل. تمام. ليه؟ عشان يعني تحملك، وانا هقول لك على انواع الاجهزه اللي انا اشتغلت عليها. هقول لك على نوع جهازي، وهقول لك على نوع جهاز بعض زمايلنا المهندسين، وهقول لك على جهاز برضو احنا بنشتغل عليه. يعني هقول لك على كام جهاز كده، وانت برضو ليك الاختيار اللي تقدر تشتغل بيه. هنا عندك كارت الشاشة، وده عمهم، ده اللي عليه يعني كويس، يعني ده اللي عليه العين يعني زي ما بقول يعني. تمام. انا ارشح لك وبقوه انفيديا.
ليه انفيديا؟ عشان انا كاتب لك هو الشريك التقني لشركه ادوبي، في شراكه ما بين ادوبي، شركه ادوبي وشركه انفيديا. فعشان تشتري كارت الشاشه من انفيديا كده هو بيحط لك زي حاجه كده اوبشن ان برامج ادوبي تشتغل معاه بكل قوه وبكل سلاسه. تمام. طيب انفيديا بقى يعني في نوعين من انواع كارت الشاشه. تمام. هنا جي تي اكس والار تي اكس. تمام. ايه الفرق ما بينهم؟ انا عارف ان في ناس ممكن يعني تتخطى الموضوع ده وما ما تركزش في الموضوع ده، بس والله فعلا هيفرق معاك انك ازاي بتجيب جهاز قوي او جهاز كويس بباوتش معين عشان تقدر تبقى عارف جهازك فيه ايه، عشان ما تجيش بعد كده يبقى عندك مشكله وترجع تشتكي. تمام. هنا الار تي اكس اداء اعلى بكتير لمشاريع ايه بقى؟ للمشاريع بتاعه التصميم الاحترافي ومشاريع الكبيره وال3 دي. زي ما هنعرف بعد كده نتعلم مع اي سي 3 دي وبرنامج كي شوت، برامج ريندر تقدر تتعاون بيها على الجهاز بتاعك وتقدر تشتغل فيها. الباكنج مش بس موضوع فصل ومونتاج وفرز والكلام ده كله، لا، انت هتقدر تطلع شغل افضل من كده بكتير ويبقى الجهاز معاك كويس وتقدر تشتغل بيه بافضل اداء. هنا عندك جي تي اكس برضو مناسب بس للمشاريع المتوسطة. يعني اتعامل مع مين؟ ده الافضل. انا حتى كاتب لك هو الار تي اكس افضل بكتير جدا جدا. هيشتغل معاك الجي تي اكس بس ده موجه اكتر للالعاب والحاجات اللي هي ايه، الشغل اللي فيه جرافيكس اكتر يعني. تمام. طيب في جوه بقى الكارت الشاشه حاجه اسمها الفي رام، الذاكره الداخليه، هي الذاكره الموجوده داخل كارت الشاشه نفسه، بتؤثر بشكل مباشر على سرعه واداء البرامج التصميميه والمعالجه الرسوميه. هنا ما يقلش يعني، بلاش 2 جيجا خليه 4 جيجا، بلاش 2 جيجا خليه 4 جيجا، وهتفهم في ان شاء الله فيما بعد يعني في اخر الفيديو ان شاء الله انا ليه بقول لك كل المواصفات دي وليه انا اخترتها وغيري اختارها، والحمد لله البرامج شغال معاه بكل سلاسه واريحيه. تمام. هنا بقول لك ملحوظه اهو، كلما زادت ذاكره الفي رام كلما كان الاداء اسرع وافضل في البرامج الاحترافيه. بص في حاجه اسمها الريل تايم ريندر، الحاجات ال 3 دي اللي انت بتشوفها بتبقى مقسومه نصين. تمام. لما بتيجي تعمل ريندر بتخرج الملف على البروسيسور، يعني انت لو شغال على حاجه، يعني بص البرنامج ده برامج مثلا زي برامج الكي شوت دي، برنامج الكي شوت ده لما انا باجي اعمل ريندر، لما انا اجي اعمل ريندر زي ما انت شايف كده اهو. تمام. في حاجه اسمها ريندر، الريندر ده الحاجه اللي هي بتبقى معروضه، الحاجه اللي هي بتبقى معروضه يعني مثلا حاجه زي ايه، زي اي حاجه مثلا نشتغل على اي او بص حاجه زي كده. تمام. دي انا لما عرضتها على حد وعملت ريندر افتكر ان انا جايب الورقه يعني جايب العلبه وقاطعها. تمام. بص كده اهو ده الريندر، الجهاز ده كده بيتعامل على ايه، على الريل تايم ريندر، ده كده على كارت الشاشه. تمام. لما تيجي بقى تعمل شغل زي الفوتوشوب مثلا وتيجي تحمل عليه شغل بيتعامل على ايه، بيتعامل على كارت الشاشه. بص كده او جينا هنا اهو، بص هنا بيتعامل على ايه، على كارت الشاشه. تمام. اللي هو ار اكس 470. تمام. وهنا بيبقى فيه اللود بتاعه. تمام. حاجات فيما بعد ان شاء الله هنشرحها، لكن انا بقول لك ليه لما بتيجي تفتح البرنامج زي برنامج الفوتوشوب كده وتلاقيه بطيء معاك، هو مش بطيء عشان الفايل بتاعك تقيل، لا هو الفايل بتاعك تقيل فمحتاج جهاز قوي. فمثلا لو جيت حاجه زي الريندر كده، انا عشان اشوف ده كده محتاج كارت شاشه قوي. تمام. نيجي بقى للهارد. بص يا سيدي، الهارد فيه حاجه اسمها اس اس دي ام 2، ده افضل حاجه الصراحه يعني. تمام. فهو غالي شويه. تمام. وده اللي انا استفدت بيه في النصيحه اللي اقول لك عليها. هنا بيقول لك الاداء الاسرع، تجربه اكثر سلاسه. فعلا انا عامل ايه بقى؟ عندي السي اللي هو مفروض عليه النسخه، بخلي السي ده هو الاس اس دي، يا اما 256 يا اما 500. تمام. طيب الحاجات بقى اللي هننزل عليها الداتا وننزل عليها الشغل بتاعنا يبقى اتش دي دي. يبقى بص هنا حتى هتلاقيني عامل ايه، بص عامل الشغل على اهو، بص هنا
سكريتش ديسكس يعني ايه؟ بص هنا انا هنا منزل على السي، مخلي البرنامج شغال على السي. ايه الفرق ما بين الاثنين بقى؟ الاس اس دي اسرع في استجابه المعلومات، ماشي. فانا هنا مخلي الجهاز وهو بيعمل سكريتش على الريندر بتاعه وشغال على الاوامر اللايرز والحاجات دي، فيبقى فيه لايرز هنا كتير. فعشان اشتغل يبقى لازم معايا اس اس دي اقدر افتح من خلاله، اقدر اشتغل شغل قوي جدا جدا جدا. تمام. فانا هنا بتكلم في ايه؟ انا هنا بتكلم على الاس اس دي يبقى على الويندوز. طيب المحتوى الداخلي بقى يبقى اتش دي دي. طب ليه اتش دي دي ما ينفعش يبقى عليه نسخة الويندوز ويبقى عليه البرامج بسرعة يعني؟ هنا انا كاتب لك هو العيوب بتاعته: سرعة ابطأ في فتح واغلاق البرامج والملفات ودي اتكلمنا عليها، وقت اطول في تشغيل النظام ونقل البيانات عشان لما تقدر تعمل وتشتغل. وده انا لقيته فعلا في شغلي، فخليت اشتريت اس اس دي وشغلته في الكيسه بتاعتي. اداء ضعيف في التعامل مع الداتا الكبيره، اكثر عرضه للاعطال بسبب الاجزاء الميكانيكيه اللي انت شايفه ده اللي على اليمين ده، لو دي في عدد لفات. تمام. فلما بيحصل له مشكله، اللفه اللي هو حصل فيها مشكله دي بتروح مطيره شغل كتير. وخش شوف الموضوع بنفسك. هنيجي بعد كده للشاشه، ودي محدش بيهتم بيها خالص، مفيش حد. انا اكاد اجزم بنسبه 70 في 80%، وده اللي بقوله نصيحه لاي حد يقول لي يا هندسه انا اشتريت الجهاز قوي جدا، فبقول له اشتريت شاشه، يقول لي لا اي شاشه تشغلني، شاشه التلفزيون، شاشه مش عارف ايه. وانا ليه بقول لك شاشه اي بي اس؟ وتقدر بنفسك تخش تسال يعني ايه اي بي اس، وكل حاجه انا بشرحها لك في اي وقت، خش واسال ورايا. هنا الالوان الحقيقيه، التفاصيل الادق والتجربه. طبعا هنا عندك لماذا شاشه اي بي اس؟ انا اهم حاجه عندي الالوان، وانا بستخدم دلوقتي الشاشه 27 بوصه، وحتى كاتب لك هنا اختيار المحترفين، كاتبوا لك كده الافضل للالوان والطباعه. وانا الحمد لله اتنصحت بالنصيحه دي. كنت الاول جايب كيسه ام اس اي وجيمنج وكيرف والكلام ده كله، بس تغاضيت عن ده كله وجبت شاشه سامسونج، وانا بحب سامسونج جدا، بيطلع لك الالوان الفعليه. وليه بقى؟ العميل لما يجي يتعامل معاك بيبعت لك فايل، فهو اختار الالوان دي بعنايه، وانت شغال بعنايه. فعشان تطلع له الالوان اللي في الشاشه على فرخ الطباعه، لازم يبقى عندك شاشه اي بي اس. الشاشه الاي بي اس دي بتعرض لك الالوان بدقه متناهيه. حتى هنا بيقول لك تصميم انيق، سيبك من الكلام ده كله، سيبك برضو من ده. اهم حاجه ال 1920 في 1080. هنا اهم حاجه عرض الالوان، عرض الوان دقيق، وده فعلا الشاشه الاي بي اس بانل بتطلع لك الوان كويسه. الالوان اللي انت شايفها بالبلدي كده، الالوان اللي انت شايفها على الاي بي اس، على الشاشه الاي بي اس، هي اللي هتشوفها على الفرخ. عشان كده كنت بنصح اي مطبعه ان هو يجيب شاشه جنب الفني بتاع الطباعه، عشان يعمل كونكشن ما بينهم، ان الفرخ اللي على الشاشه، الفايل اللي على الشاشه هو الفرخ اللي بيطبع قدامك دلوقتي. يعني انا عايز اقول للصنايعي او الفني او الاوبريتور الشغال ان الفرخ اللي بتطبعه ده هو اللي على الفايل، والفايل اللي على الشاشه هو اللي بتطبعه، فالعميل يستلم شغل ناجح وكويس جدا جدا جدا. حتى هنا هو كاتب لك مثاليه، تصحيح الالوان، طباعه احترافيه، وبرضه شغال في المونتاج كويس جدا، وتصميم الجرافيك دي حاجه محترمه جدا جدا جدا. تمام. فالحمد لله احنا قدرنا نوصل لمرحله كبيره. دي المواصفات اللي اقدر انصحك بيها. طيب، ده برضه مكونات جهاز. واحد زميلنا من المهندسين اشترى الجهاز الحمد لله، ودي مكوناته. برضو انا عايز اقول لك ان دي تجربة واقعية بقى، دي تجربة واقعية. هو فعلا شغال، وانا جربت جهازه واشتغلت عليه، لا جهاز كويس جدا. محتاج اشتغل هو هنا على الرام، جايب 16 جيجا، ولو 24 يبقى افضل. هنا عندك البروسيسور ريزيون 5 2600. بص خلي بالك من الرقم ده، لان الرقم ده مهم جدا. تمام. الافضل ال 4000، ولو عليت الافضل من كده لل 9000 افضل، مفيش مشكله. تمام. هنا عندك الراديون 5 2600، هو شغال كويس يعني، بيحصل لك بسيط بس شغال. هنا عندك الجرافيكس كارد، هو جايب هنا انفيديا وده كويس جدا. الجي تي اكس كويس جدا، 1050 برضه مفيش مشكله، كويس. هنا عندك طبعا ستورج هنا 500. طبعا انت لو هتبدا الاول ب 256 اس اس دي ام 2
للبي سي للسي مفيش مشكله. وهتحتاج بعد كده مع تطورك ومع كتر تاسكاتك هتحتاج تعلي يعني. تمام. فده برضو تقدر تاخده سكرين شوت لو انت مش متابعنا. لو تقدر تتابعنا مفيش مشكله برضو. هنا ده هو بص، هو حتى هنا الاستورج اهو، هو جايب اس اس دي. تمام. 256 اس اس دي و اتش دي دي على الجهاز، على المكونات او على الملفات بتاعته. تمام. في جهاز برضو تاني، هو ده جهازي انا. تمام. برضو جايب انا جايب طبعا عندي 2 تيرا، لان طبعا الموضوع عندي بيبقى كبير شويه 2 تيرا. وهنا طبعا الجرافيكس جايب هنا الكارت الشاشه بتاعي مش ار تي اكس، لا دي ايه ار اكس. تمام. هو قديم شويه، ان شاء الله محتاج احدثه فيما بعد. هنا عندك برضو هنا الرامات 24، وده اللي انا بقول لك عليه. عندي 16 و8، واحده رامه 16 ورامه 8. موزعهم طبعا، وده توزيع افضل يعني. هنا البروسيسور برضو ام اي دي ريزيون 5. طبعا هنا اعلى من المهندس اللي قلت لك عليه، اللي هو الكونات اللي شفناها اللي فاتت 3600، وده لازم يعلى يعني، ده لازم يعلى. وهنا اللي انقذني شويه مخليني شغال كويس هو الرامات، لما عليت الرامات ولما عليت الاس اس دي. تمام. هنا هو انا بستخدم الجهاز بتاعي برضو، هنا ريزيون 5 3600 مفيش مشكله البروسيسور. وهنا عندك كارت الشاشه زي ما انت شايف كده. برضو هو كارت الشاشه مش من انفيديا، بس شغال برضو معايا ومحتاج احدثه. يعني محتاج احدث ده، محتاج احدث ده اعليه عن 3600. كنت هجيب اللي هو 9000، وكنت هعلي برضو الجرافيكس برضو اخليه انفيديا اعلى من كده بكتير. بس الحمد لله ان شاء الله فيما بعد. عندك هنا ده جهاز لابتوب برضو عندنا في الشغل. طبعا ده بطيء يعني 500. مش مشكله الاستورج دي اللي هو الهارد ده مش شغالش بالك بيه يعني، يعني كده كده فيما بعد تقدر تتحمله يعني. تمام. هنا الجرافيكس برضو كارت الشاشه كويس من برضو هنا. خلينا تحت هنا، خلينا تحت هنا اللي هو الانتل برضو. هو جايب انتل كور اي 7 اللابتوب. تمام. وبس هنا بقى اللي مشغل اللابتوب كويس ايه، لان هو اي 7 8850، وده اللي مخلي الجهاز قوي جدا جدا جدا. 202 على 60، 202 على 60 على هرتز. ده مشغله بطريقه كويسه. والرامات 16 كانت المفروض تعلى اكتر من كده، بس انا جربته بايدي وشغال عليه شغل بسيط جدا جدا جدا. فده ان شاء الله فيديونا النهارده ان شاء الله. هات الجهاز القوي اللي يقدر يشغلك، ومحتاج كل حاجه محتاجه تضحيه. عشان ما اطولش عليك، مستنيك على جروب عالم التصميم الباكينج، ومستنيك على جروب التليجرام. هنقدر ان شاء الله نتعامل فيه ونحمل كل حاجة بإذن الله تعالى. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.